مشاهدينا اهلا بكم معنا في حلقه العيد من حلقات بيت العيله. طبعا عيد الاضحى المبارك مناسبه سعيده، مجموعه من الايام اللي تكون فرح وسعاده علينا كلنا يا رب، وتعود علينا كل سنه بالف خير. حلقه النهارده طبعا هيكون فيها تغييرات عن الحلقات المعتاده من بيت العيله. حلقه النهارده هيكون فيها ان شاء الله الفقره الاولى فقره جاده، والفقره الثانيه هيكون فقره فنيه. وخلينا بقى نبدا بالترحيب بضيفي في الفقره الجاده دكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي. حضرتك منورنا يا فندم. الله يخليك يا كل سنه يوسف. حضرتك طيب. حضرتك بألف صحة وسلامة. يا فندم احنا قلنا هنتكلم النهارده على الاسره وعلى مجموعه كبيره جدا من الموضوعات المرتبطه بيها. بدايه مثلا خلينا نتكلم على فتره العيد. فترة العيد أحيانا بتكون أوقات سعيدة جدا على ناس وأوقات قاسية جدا على ناس تانيين. لو حد لا قدر الله يعني عنده حالات وفاة مثلا، بيتذكر الوالد الوالدة أو ما إلى ذلك، نقدر إزاي في فترة العيد يتذكرهم لكن في نفس الوقت يكون سعيد وينبسط ويقدر يتعامل مع الناس بشكل أفضل؟ طيب اولا شكرا على استضافتي، ما كنتش متوقع السؤال ده. يعني حضرتك قصدك على الناس اللي بيروحوا الترب والمقابر والكلام ده في الاعياد أو اللي وياخدوا بيكونوا معاهم، لوحدهم بس. او اللي بيكونوا لوحدهم اللي بياخدوا معاهم عيش ويفرقوه بتاع. دي حاجه جميله جدا وسنه محموده اظنها كذلك يعني، ولكنها فيها مبالغه شديده جدا، لان بنلاقي ناس فعلا قطاع من الشعب عريض يعني، واحنا في العيد بنتفسح بقى ومسافرين وراجعين عند المقابر بتلاقي دايما زحمه شديده جدا بسبب العربيات اللي واقفه والناس كتير اللي قاعدين، وبيفضلوا يروحوا 3 ايام ورا بعض ولا 4 ايام، ويقول لك ما اقدرش، انا عايش على الارض في الدنيا حبا في اللي مات وعايز اروح له. فبيبوظ على نفسه هو فرحه، احد احاسيس الفرحه، لان دايما التذكر بتاع الناس اللي توفاهم الله في احساس بالفراق، في الم، فبيضيع العيد في وجع، مع ان العيد يعني موجود علشان نفرح فيه، العيد فرحه يعني كل المصريين عارفين. في الحقيقة ان حبايبنا موجودين طول الوقت يعني لا في حاجه عند تانية كمان ربنا، عايز، فنقدر ان احنا نزورهم طول السنة غير مظبوط، كده. بس في حاجه تانية انا عايز، يعني اللي عايز يروح يروح، بس هيروح نص ساعه ولا ساعه، كان هيتصدق من باب انه يفرح الناس اللي حواليه التانيين، ويقول لك على روح فلان سنه محموده خير وبركه، ورايح يفرح ناس تانية، هيروح نص ساعه ولا ساعه وبعدين يروح. المشكله الناس اللي بتطول قوي بتضيع على العائلات بتاعتها فرصه اللي بنسميه البوندنج، ان هم يرتبطوا، التواصل والارتباط الزياده، لان معظم ايام السنه الناس اللي شغالين زي حالاتنا في الشغل ما بيبقاش في فرص كبيره قوي ان هم يتواصلوا مع اهلهم. وبعدين احنا بقينا في زمن بيدفع الناس دفعا الى التفرق، ده والى يعني حتى بيصعب على الواحد ساعات، برضه بمناسبه العيد اقولها دي، ولو ان شكلها العكس، يصعب على الواحد ان بقى جزء عند قطاع عريض من الناس متصل بالنجاح، متعلق بالنجاح، بيبقى ليه علاقه بان الناس تاذي بعض، يعني تركب على كتاف بعض علشان تترقى في شغلها، وتزق بعض علشان ما يبقاش في غيرها. ظروف العمل خلت في حاله من حالات المنافسه غير الشريفه. مش بلاش كلمه ظروف العمل، لان على طول في عمل وعلى طول في منافسه، انما يعني عارفه منافسه عن منافسه تفرق. القيم والدفء بتاع العلاقات والتواصل اللي كان عند الناس فيما سبق من عصور، يقول لك لن ياتي زمان الا والذي قبله خير منه. فزي ما تقولي الزمن ده بقى على مستوى الدول والمنظمات والمحافظات والاسر، بقى في نوع من التحدي صارخ جدا بيخلي الناس تعيش موجوعه ومتألمه. فبنقول ليه ما ناخدش الايام دي فرصه، لان كل واحد مننا على الاقل يفصل شويه، يفصل بالتواصل ويصح اجتماعيا. دايما نقول ايه، الصحه النفسيه ليها اركان، ركن اصيل واساسي منها اسمه الصحه الاجتماعيه او الصحه النفسيه الاجتماعيه، اللي هي منها ايه، الناس تتواصل مع بعض بطيبه. كلمه كده بالبلدي بنقولها، يقول لي ما انا بقعد مع ناس كتير قوي طول النهار في وسط ناس وبعمل شغل كله اجتماعات وكذا، اقول له انت حاسس بايه مع الناس؟ في وجع، في غل، وفي صراع، وفي ان انا كنت اتمنى ان لو الناس دول ما كانوش يبقوا موجودين وابقى لوحدي واكل الكيكه كلها لوحدي. بنقول لا، العيد احنا بنتمرن فيه ليه بقى على موضوع الصحه الاجتماعيه في العيد. تمام. لان المفروض الناس الاصحاء تلاقيهم عايزين يفرحوا بعض، تمام، مش بس يفرحوا هم. يعني الاب او ما بيعرفوش يفرحوا لوحدهم، لازم اللي حواليهم كمان يفرحوا. محدش بيعرف يفرح لوحده قوي الا لو كان قبلها عنده علاقات اجتماعيه طيبه وعنده فرحه اجتماعيه وصحه اجتماعيه نفسيه جيده. بس بنقول ايه في العيد، واللي ما بيعملش كده يعمل كده، لان العائد بتاعها على البني ادم بيبقى جميل جدا جدا وفيه فرحه شديده.
الناس لازم تركز في انها تسعد بعض. يعني تقول لحضرتك مثلا الاخ الكبير يحب يسعد اخواته، الاب يسعد اولاده، الزوجه تفرح عيالها وابوها، الاسره بتلتقي بالعيله. يعني العيله اللي هم الاخوات اللي متجوزين ومتجوزات وعندهم اولاد اللي هم احفاد الاب ولاد والام العم ولاد الكبار. الخال العزومات أيوة. الكبيره دي غالبا ما العائله. بقيناش بنشوف اهالينا غير في المناسبات، يعني فرح او عزاء ايه او بقى عيد اجمل بقى. من العيد؟ مم. ايه اجمل من العيد؟ حتى دلوقتي الفرح والعزاء يا عيني مم. علينا يعني جميعا كشعب وعلى الدنيا كلها بقى فيه الغل ده. ما بقاش الافراح الناس بتروح تفرح قوي. يعني يتفق معايا ناس كتير لما بقول الكلام ده يقول لك بيروحوا يتفرجوا على بعض. اولا بنروح الافراح شايلين هم، مم. يا هنبوظ بقى يوم من حياتنا وبالليل ومتاخر ومش هنعرف نصحى الصبح الى اخره. مم. صاحب الفرح نفسه مصاريف وتكاليف وكذا وكذا. يعني حتى اللي يسير من الافراح الناس بتفرح فيه اكتر دلوقتي من اللي ذو تكلفه باهظه. بنقول للناس يا بخت اللي مش قادر يصرف كتير ما يزعلش، يعني هيفرح اكتر. احسن. اه فبنقول لا، تواصلوا يا جماعه في الاعياد، لان احنا بنتقابل بالنهار وعاده بيبقى فيه سفريات واللي ما بيسافرش بيقعد في الجناين في اكسبوجر. ربنا كده ايه يديم علينا نعمته وجونا يفضل حلو في ايام العيد، يا رب. ما يقلبش علينا زي الايام اللي فاتت. فبنقول من الصحه، من اسس الصحه النفسيه، الصحه النفسيه الاجتماعيه. تمام. واجمل فرصه والمتاح ليا على مدار السنه كلها ان انا اتواصل مع الناس اللي بحبهم، اصدقائي واهلي، ما بيبقاش فيه اجمل من ايام العيد. الحاجه المهمه الثانيه لو سمحتي لي اقولها، اتفضل. عارفه المثل بتاع من جور السعيد يسعد؟ اه طبعا. طيب عارفه اللي بيبقى قاعد في وسط 10 فرحانين بيبقى اقرب لانه ايه؟ يبقى فرحه. يفرح. لو قلنا ان احنا في الزمن برضو ده مشدودين ومتوترين معظم الوقت في ايام السنه العاديه، فنبعد عن الناس المتوترين مش ونروح ده عند انا عايز الناس اقول ايه؟ المبسوطين. مش احنا في العيد عاده بنتجه بقلبنا كده للسعاده والفرحه، نجيب طراطير وزمامير ونروح ناكل حاجات بنحبها، اولادنا يبقوا معانا ونذبح وكذا. فبنقول ايه؟ انت بقى أيوة. ساعد نفسك، انت عندك ارضيه خصبه جدا لانك تسعد واللي حواليك يشوفوك بتضحك. يعني ساعات تلاقي ناس كده مثلا يقول لك يا ده فلان ده تخيلي ده بيضحك. يقول لك ايه ده كنا فاكرين انه خلاص وشه يعني، وهو حتى يقول لك المثل يعني الضحك ما بيكرمش الوش، فاضحكوا وشكوا يتفرد. فبنقول استخدم الايام دي فرصه لانها سهله جدا فيها الفرحه، وما تضيعش الفرصه دي على نفسك لانك بتاخد شحنه من الطاقه الايجابيه اللي ممكن تعيش بيها شهور بعد العيد بسبب الايام اللي انت فرحتها وتواصلت فيها مع اهلك ومع حبايبك. هل احنا ناس ما بنعرفش نفرح؟ تفكريني يعني بالاحصاء اللي عملوها. هقول لحضرتك ليه؟ لانه اللي بيحصل انه قبل العيد بنبقى قاعدين شايلين الهم، هنجيب الفلوس بتاعه العيديات والهدوم بتاعه الولاد وهنسافر بكام والاضحيه بكام ومش عارفه ايه، الحاجات دي كلها بنبقى متوترين وشايلين الهم على المصاريف. وبعدين العيد السنه دي كمان بعديه على طول مدارس، قاعدين بنفكر في اليونيفورم بتاع الولاد والكراريس والشنط والكتب والحاجات اللي زي دي. فهل احنا بقينا متخصصين في التدوير على النكد والتوتر علشان ما نفرحش؟ سؤال محرج شويه، بس خليني اجاوبك ونطلع بقى من حته العيد دي، عشان عايز اكلمك على حاجه اسمها الاداره الماديه للحياه. يعني احنا عندنا الحقيقه بقى اللي عندنا فعلا يعني كمجتمع مصري وكشعب، تلاقينا بنصرف اخر مليم في جيبنا على الحاجات الظاهريه اللي فيها منظره بالبلدي كده كويس. فبتلاقي الناس بتدخل ولادها مدارس معينه وعلى اخرهم في المصاريف دي، وان كان شريحه ضخمه، بتكلم على مجموعه كبيره من الناس واعرف منهم كتير، يعني كانوا ممكن يدخلوا ولادهم مثلا مدارس ارخص شويه ويوفروا على نفسهم انهم على طول مسمينها عايشين على الجنط. الاب اللي يجي راجل يقول لي انا عايش على الجنط، انا دفعت مصاريف المدرسه، جايه الام تقول لي عايزه لبس كمان المدارس، أيوة لبس ايه نلبسه اي حاجه وبعدين لبس يجيب شنطه كل سنه ليه؟ فبقول له يعني بحبح على اولادك بانك ما تحطهمش الاول في مكان في ضغط عليك على قد ما تقدر، يعني دي اسمها اداره ماديه جيده وصحيه. يعني احنا اللي بنعمل كده في نفسنا اصلا. احد الشعراء او الادباء المعاصرين قال كلمه حلوه قوي، عايز اقول للابهات عليها بمناسبه العيد. ابهات كتير قوي من كتر الضغط المادي اللي بنعيش فيه في الزمان ده بيبخلوا، بيبقى شكلهم بخيل من بره على اولادهم، مع ان هم فعلا ما بيبقوش بخلاء، انما بيزنقوا نفسهم زنقات
اللي يقول لك عايز اعمل استثمار فهشتري مش عارف بيت اكبر ولا ايه، ويجوع العيال في البيت. فقال ايه بقى؟ او مثلا يهتم ان هو يديهم مدارس غاليه جدا، ما ده اللي قلنا عليه بس من شويه، غير قادر على انه على مش منافسه قادر الناس يكوب. التانيين اللي موجودين مش ده في المستوى. المدرسه. فالطفل بيروح المدرسه يلاقي زمايله كلهم لابسين ماركات مثلا او عندهم حاجات مش عنده فيتعقد. يعني عشان برضو نوضح للساده المشاهدين الكرام، انا ما اروحش اجيب عربيه عندي فلوسها وما عنديش فلوس الصيانه بتاعتها. دايما اشرح انا المثل ده عشان يطبقوه على المدى. بس انا كنت عايز اقول حاجه كده، مقوله جميله جدا عجبتني واستوقفتني لاحد الادباء المعاصرين. يقول لك ايه؟ اللي ما يشبعش على طبليه، اللي ما شبعش على طبليه ابوه عمره ما يشبع. الله يفتح عليك، يعيش طول عمره جعان. فبحب اقول لاصحابي يعني، اقول له يعني ما حدش هيقول عليك مستواك ضعيف لانك مدخل ابنك مدرسه على قد مستواك المادي مثلا، او سايق عربيه على قد مستواك، او يا اخي مش سايق عربيه بتستخدم مواصلات عامه، كل وامكانياته. بس ولادك هيفضلوا فاكرين لك انك على طول بتقول لهم معيش وما عنديش ومحسسهم. ولا بقى الرجاله برضو خلينا نقولها دي على التهاوى، الرجاله اللي يحسسوا ولادهم ان هم عبء عليهم، اللي يقول له ده انا بعت هدومي عشان اعلمك واكلك واربيك. دي برضو شهيره جدا، الولد او البنت يطلع عنده مركبات نقص من الاول. من الاول خالص. بسمعها من مين بقى انا الكلمه دي؟ من الولاد. لما يبتدوا يشبوا شويه كده، وربنا هو الرزاق وكل واحد مكتوب له رزقه. يعني الولد اللي اتربى في ظل اب محسسه بالخوف دايما والذنب، احساس الذنب لان ابوه اكله وشربه، لما بيكبر شويه لعل الولد ده ربنا بيكرمه وبيوسع عليه وبيديله فلوس وبتاع وبيبقى بيشتغل بس كويس، دايما من جواه في حته فاكر مكسوره. يقول لك الله يرحم ابويا اللي كان بيقول كذا كذا، لحد النهارده انا مش عارف احس بحريه وبحبوحه وسعه في العيش. كان علمونا باساتذتنا ومشايخنا في المسلمين، يعني في الدين الاسلامي، كان قال لك ايه؟ قال لك كأب انت لابد انك تعمل اللي يخلي ابنك يتمنى طول عمرك. طبعا. ما تعملش اللي يخلي ابنك يتمنى موتك. لو الله يرحم ابويا كان احسن راجل في الدنيا وانا ابويا كان من دول. ومش شرط ان الاغنياء من البشر ولادهم بيتمنوا لهم طول العمر. يعني الغني البخيل يمكن اسوأ من الفقير اللي ما عندوش المتقى. احيانا ما يبقاش يعني بيبقى بيدي فلوس لكن بيمن بالفلوس، فيطلع الولد حاسس دايما ان هو معاه فلوس جدا واصحابه حاسدين وكل حاجه، لكن في الاخر خالص هو واخدها وحاسس انه اخد حاجه مش حقه، انه يعني انه او اخد حاجه اقل من حقه. صدقت. خلينا نقول العيد بقى. العيد اقدر انا فيه دايما باداره ماديه منطقيه مسبقا. احنا خلاص اهو في العيد، بس بنقول كمان للعيد اللي جاي، او لو فاضل يوم حتى من النهارده رتب لبكره، فرح ولادك. ويا جماعه الخير فرحوا ولادكم باللي ولادكم بيحبوهم، مش اللي انتم بتحبوه بس. يعني يقول لك ايه؟ انا جبت لك الاكله الفلانيه دي، اكل احسن اكله في الدنيا واكتر اكله صحيه يا سيدي، هو الولد مش عايز. فيبقى الولد انا بديها له فاكره هيفرح وانا بسمن بدل، يبقى هو متضايق ومش حابب اللي انا بعمله له، فاكني باذيه. بقول للابهات ايه؟ بما انك في اجازه، او اهل الامر او الام السنجل اللي مش متجوزه وهتخرج ولادها، او الصديق اللي هيخرج مع اصدقائه لانه عايش في دوله ما فيهاش حد من اهله، اللي حواليك عموما، اعمل اللي يفرحهم وابذل انت جهد ووقت بوجودك. ايه اقيم في الدنيا من ان البني ادم هو بذاته يتواجد مع الناس اللي بيحبهم. فحتى الناس اللي مش قادره ماديا، يعني احنا برضو في دوله، انا دايما اقول الدوله المصريه دي ظروفها صعبه، مش بس ظروفها صعبه، الدوله المصريه ب10 دول ليه؟ فيها مستويات معينه، عدد من الناس وتماسك اجتماعي معين تقيم دوله لحالها لوحدها، وفيها مستوى تاني طايرين. يعني عندنا من المليارديرات ما شاء الله ربنا يوسع على الجميع يعني، وعندنا من الناس الفقراء البسطاء جدا. فانت اكنك بتتكلمي مع الشرائح المصريه على دول مختلفه. ففي ناس غايه املها ان هي مثلا تشرب علبه عصير، فعلا لما بيشربوها، لو اب جاب لابنه علبه عصير بيفرح الابن جدا وبيقول لك ده ايه ده، العيد قرب يا بابا، ده اللي بتجيب لي فيه العصير. كويس. وفي ناس تانية الفرحة عندها في العيد انه يسافر بطيارته الخاصة ولا حاجة، يقضي يومين على جزيرة معينة في البحر وياخد صحابه معاه. القصد الفرحة مش حكر على حد. ويا جماعة الخير ما تربطوش الفرحة بالفلوس، وما تربطوش قدرتكم على اسعاد اللي حواليكم بالفلوس. يعني مش معقول كل ما اجي اتكلم مع راجل دلوقتي يقول لي لا ما مش عارف افرح عيالي، انت عمال تقول لي كده، انت مش شايف الظروف عامله ازاي؟ يقول لي سي الظروف ما بتخلصش
واحنا عارفين وعندنا من الوعي اللي بيه عندنا الم شديد جدا لاخواتنا واولاد عمنا واهلنا واشقائنا في دول جنبنا جيراننا هنا، مم. وعايشين يا عيني في تفكك وتمزق والم. مش معنى ان احنا نفرح يعني احنا خونه مثلا. خدتي بال حضرتك؟ انا بقول اللي مش عارف يفرح ده انت عندك مشكله مع نفسك ما انتش عارف تديرها وتحلها. يمكن عيان يا اخي. يعني لو عندك من المرض ده اللي انت معكنن على نفسك ومنكد حتى ما بتيجي ايام عيد ربنا انت المفترجه كانسان ما بيه انتش مكتئب ما اهو كده. تعملش كده، روح لك شوف لك حل. وبتقرف اللي حواليك وبتؤلمهم وبتحزنهم. مم. فلا يا جماعه العيد معمول للفرحه وكلنا لينا الحق ان نفرح كل يوم مش بس في العيد. بس بنقول اهو العيد بدايه خير لعلها بدايه خير علينا كلنا. يا رب نتعلم فيها ونفرح اللي حوالينا. واخر كلمه برضو قبل ما اخش على السؤال اللي بعده، عمر ما انسان سعادته بتكتمل الا لما بيكون سبب في اسعاد اللي حواليه. يا ريت يا ريت. طيب بيحصل ان احنا في فترات الاعياد بنقعد مع ناس كتيرة جدا، منهم اصدقاء منهم قرايب وما الى ذلك، بيكون اتجاهاتهم في الحياة مختلفة واسلوب حياتهم مختلف والحاجات اللي بيحبوها مختلفة، وجايز احنا ما نبقاش موافقين قوي على المنطق اللي هما بيتصرفوا بيه، او هما عندهم اعتراضات على سلوكياتنا وشكلنا وما الى ذلك. بس ده بيحصل للعائلات، يعني ما فيش عائلة اسطمبة كلها شبه بعضيها، ولا حد كل اصدقائه شبهه. ففي حالة وجود شخص مختلف او اسرة مختلفة، احنا المفروض نتعامل معاهم ازاي؟ الشخص ازاي يتقبل الاخر من غير ما يتأثر فيه؟ لو هو شايف انه حاله كده افضل، او لو هو شايف انه الاخر ده عنده مشكلة. طيب حضرتك بتتكلمي على قبول الاخر، قبول. قضيه قبول الاخر داخل الاسر ثم في المجتمع. تمام. طيب اقول لك حاجه ظريفه قوي للساده المشاهدين يعني يفهموا سلسه ونافعه لعلها نافعه. البني ادم اللي يفكر، انا بعتبر ان كل بني ادم مسؤول عن نفسه 100%. تمام. كويس؟ عشان بس المشاكل اللي بتطلع من انا حظي وحش عشان كده بقيت عاجز، بقيت ضعيف، مش عارف اشتغل، ظروفي الماليه وحشه، ظروفي اللي مش عارف الاجتماعيه خربانه. لا، دي مسؤوليتي انا ان انا اصحح كل الظروف الخاطئه او السيئه اللي ظني انها سيئه اللي انا واقع فيها. كويس؟ فبقول هي للناس نفس الفكرة بتاعت الدنيا تديك ليمون اعمل ليمونات. اهو كده يعني. عايز بالظبط كده. نقول للناس ايه؟ اي بني ادم بيفكر انه ينتقد ويحكم على الاخرين، لا يا سيدي، الاولى انك توفر الوقت والجهد ده في انك تبص لنفسك وتصلح منها. يعني قصة ان انا مش عايش سعيد، مش عايش حياتي بسعادة او بصحة جيدة سواء بدنية او او مش عارف اجتماعية. اتعامل مع الشخص ده لانه اتولد ببقه معلقه ذهب، او مش عارف اتعامل مع الشخص ده لانه سعيد قوي زياده عن اللزوم، ما هي او مش عارف اتعامل ده مع الشخص حكم يا ده فندم، صح؟ لانه هو بالظبط ده اللي يعني بنقوله. كل الكلام ده. اظن الساده المشاهدين عرفتوا يعني ايه الحكم، ان انا عمال اقول البني ادم التاني ده انا مش عارف اتعامل معاه لسبب معين فيه هو. فانا بقول له لا، الاصح في الامر ان انت مسؤول عن ان انت بتتعامل معاه. يعني انت بتروح تقول له صباح الخير، او بتروح متحفز ومستني انه يقول اي كلمه تصطدم بيه. يعني نبقى قاعدين في البيت مستنيين عازمين ناس، واول ما حد يدخل من الباب كلنا نقلب وشنا. ليه؟ اصل ده مختلف عننا. عارفين ايه اللي بيحصل ده مثير علينا بس عيد بقى وامرنا لله. الله يفتح عليك. عارفه ايه اللي بيحصل من الاتيتيود ده، من الطريقه دي في التعامل؟ اللي انا شايفه مختلف عني وعايزه يبقى زيي عشان يرجع تاني الى حظيره الاسره بيبعد اكتر حقيقي، وبيبقى جاي هو متحفز من القبول ان انا اتعامل معاه بادب وبترحاب. كلمه الترحاب دي مشتقه من الرحابه على فكره، اللي هي الوسع، البحبوحه. يعني الكلمه المشهوره قوي دلوقتي بتاع تعشرب شاي. عارفه الكلمه دي مشهوره قوي دلوقتي في مصر، كانت في الفلاحين عند جدودنا، دلوقتي رجعت تاني بقينا بنقولها انا يعني اصحابي بسمعها من ناس كتير قوي في الشارع. تعشرب شاي. الناس عايزه تضيف جو من المرح والبحبوحه، يعني السعه. تعشرب شاي دي يعني في وقت وفي قبول ليك. كلنا ستريس اوت ومضغوطين، بس احنا اهو العيد فرصه. هاتوا الناس شربوهم شاي. بمناسبه الشاي من السلع اللي ما زالت لحد دلوقتي ما حدش بيقدر يستغنى عنها، وكل الناس بتقدر تشتريها، يعني سعره مش غالي قوي. والعزايم بتبقى قايمه من بابها كده، تعال اشرب معايا كوبايه شاي. يا جماعه اشرب شاي ونتكلم، اشرب شاي ونتعشى، اشرب شاي ونلعب بعشرتين طاوله ايا كان. القصد في الامر ايه؟ انا بقول للناس برضو قصه الشاي، نشرب شاي علشان مش غالي قوي، افوردبل، يعني الناس تقدر ومش مرهق لاقتصاديات حد. اهو كده. فالناس تقدر تجمع بعض. ليه؟
اصبح التزاور دلوقتي برضه عبء مادي، مهم. لان الناس بتحسبه بالفلوس. هروح لفلان هجيب له هديه ايه بكام. مهم. وبقى طبعا الناس اللي ربنا كريمها موسع عليهم، يا رب يوسع على الجميع، يا رب. بيتباروا مع بعض في انه انت عارفه انا لما رحت زرت فلان صاحبنا اللي اتجوز ده جبت له ايه مهم. حاجه بالمبلغ الفلاني. فالناس يا عيني اللي مش قادره بيتكسفوا. مهم. كويس. والناس علشان تستضيف بعض يقول لك انا لو استضفت فلان وجه ما لقاش المحمر والمشمر وبتاع هيبقى هيخرج شكلي يفضحني. وحش، هيفضحني او يبقى شكلي وحش قدامه او هياكل وشي. اتمنى انا ودايما بقول كده لما حد من حضراتكم بيتكرم ويستضيفني، يعني يا جماعه احنا عايزين الترند ده، احنا اللي بنعمل الزيارة الاسس للأنس. الاجتماعيه. احنا مش للأكل والشرب الله يفتح والهدايا. في بيبقى فيه انا برحب بحضرتك تتفضلي تنورينا هنشرب شاي. مش مطلوب منك انك تقطمي ظهرك وانت جايه علشان مهم. ما اقولش عليكي كلمه وحشه او عشان تباني يعني عملتي واجب كبير معايا. ويا ريت نبتدي كلنا في العيد، اللي مكسوف يعزم حد علشان بيته مش قد المقام او مش هيعرف ياكله يعزمه، واللي خايف يروح لحد علشان ما عندوش اللي هيقدر يجيبه له يروح له برضه يشرب شاي. تمام، نشرب شاي. الولاد داخلين على مدارس، ان شاء الله. والمدارس بالنسبة لنا احنا وخاصة أولادنا اللي في الشهادات أصبحت ضغط عصبي شديد جدا علينا كأولياء أمور نتيجة للدروس بقى وما إلى ذلك، وعلى أولادنا نظرا لأنهم ما بيلحقوش يعملوا أي حاجة في الحياة، يا دوبك يذاكر وياخد الدرس ولو لحق ينام يبقى شيء عظيم، ما يبقاش في أي مساحة من الاستمتاع الشخصي ليه. فبيجي في فترة زي مثلا العيد ولا حاجة يبقى خلاص عايز ينفجر، واخر ايام الاجازه دي يبقى خلاص مش عايز، يعني هنسحبه على المدرسه بالعافيه كمان بالتثبيت كده بالعصايه. فالسؤال بقى المنطقي، ازاي نخلي اولادنا يرجعوا يحبوا المدرسه تاني، ما تبقاش النجاح فرض عليهم مننا؟ وده سؤال برضو كبير. اه كبير ليه؟ لانه ده هجاوب. كبير، سؤال كبير. الله يخليك. الله يخليك. انا هجاوب حضرتك من زاويه، بس مم. علشان احبب ابني في المدرسه لازم في زوايا تانية انا ما اقدرش اسيطر عليها، ليها علاقه بنوعيه المواد الدراسيه مم. وحجم المواد الدراسيه اللي بتتعرض عليه كل يوم مطلوب منه انه يهضمها، والطريقه بتاعه التدريس نفسها. بصي كام محور كنتش انا نفسي في عارفه، العيد بس اتكلم عن في الحاجات دي حاجات ما لانها نعرفش بتعكنن نعمل فيها حاجه. بتعكنن. يبقى دايما احنا عندنا الى ان يشاء الله والوزارات المعنيه في الدوله تبتدي تبص بعين علم حقيقي لتحليل ودراسه ايه المناهج اللي ممكن الولد يقبلها وينتفع بيها ويستوعبها في السن ده بتاعه. مم. ثم المرحله الثانيه بقى الكبيره جدا، تاهيل المدرسين. لطالما نادينا يا جماعه المدرس ده بالنسبه، يعني استغفر الله العلي العظيم كنت اقول لك اله بالنسبه للولاد، المدرس ده اهم بتاع ولادي، اهم عند ولادي مني انا شخصيا في احيان كتير ما وخاصه ينفعش. لو بيحبوه. في حاجتين اهم من بعض. مم. ما ينفعش هو شخصيا يبقى مؤهل ثم هو شخصيا يبقى شبعان مم. واخد حقه. المدرسين ما بياخدوش حقهم. ان كنا بنتكلم بقى وانا راجل مصري يعني الناس عارفاني يعني كويس ما بزايدش يعني، انما المدرسين في مصر في المدارس مرتباتهم مش قد الوظيفه اللي بيعملوها. مدرس ده بيعلم اجيال ويربيهم. والدروس الخصوصيه مش حل. ما هي دي مصيبه بقى تانية، ما ده النتيجه كانت الدروس الخصوصيه. بس انا بتكلم على دي في وزارات معنيه، انا ما اعرفش، انا مش رجل حكومه ولا رجل دوله، انما بقول لحضرتك انا من ناحيتي احبب ولادي ازاي، ده اللي انا اقدر اجاوب عليه. لما طلبوا منها انها ترفع بعض الاجور قالت لهم وتخليها زي المدرسين، قالت لهم ازاي هخليكم اساويكم باللي عملوه. اللي هم مين يا فندم؟ المدرسين. المدرسين لمين؟ لا، المدرسين هي بتديهم مبالغ كبيره جدا في المانيا. في المانيا دخلهم كبير. مظبوط. فمجموعه من مظبوط. الموظفين صحيح. الكبار والقضاء قالوا لها احنا عايزين نتساوى بالمدرسين، قالت لهم صحيح. ازاي اساويكم باللي عملوه. صحيح. فيعني دي قضيه هامه جدا، كويس انك طرحتيها. مش وقتها قوي في العيد نعكنن على الناس، بس بما انك قلتيه انا اتكلمت خلاص على قصه الوزارات والتعليم المعلمين. فالوزارات بما انكلودنج بقى المواد الدراسيه والسن يقبل ايه وطريقه التعليم. يعني يقول لك مثلا في طرق تعليم سبايرال، مش عايز اقول ايه بقى الاسامي. سبايرال يعني كل سنه بعلم الولد حاجه وبعدين اللي بعدها براجع معاه نفس الحاجه واركب له عليها حته، واللي بعدها اراجع اللي احنا اتعلمنا عليه ما كانش صحيح قوي، او في اساليب اكثر تطورا دلوقتي نافعه اكتر بالنسبه للي هينفعني لما اتخرج من الجامعه. تمام.
احنا كنا بنحفظ تلقين. مم. تلقين ما بياكلش عيش. يعني ايه ما بياكلش عيش؟ ملوش علاقه قوي بالفهم، اهو كده ما ملوش بفهمش. علاقه قوي بالقدرات التحليليه والاستنتاجيه. فانا الله يفتح عليك احسنتي، اقوم انا كده ببذل جهد على الفاضي، عمال اتعب الولد واضغطه وهو مش مستوعب هو انا ليه بعذبه كده، انا اكني بعذب ولادي. هو مش عارف، وانا ما عنديش حل تاني قوي الا اني يا ابني يلا عشان نخلص تاخد شهادتك ويكرمك ربنا بقى تشتغل ونجوزك وابوت وانا مرتاح. الثقافه العامه بتاعتنا. بالظبط. طيب هنعمل ايه؟ اللي احنا بنقدر نعمله، اللي انا بقدر اعمله ان انا، وبنصح بالحكايه دي دايما كل الناس، بحاول انا اتواصل او والده الولاد ايا يعني من الطرفين مع المدرسين في المدرسه على مستوى انا ببقى دريان بابني بيحب مدرسين مين وما بيحبش مين، بيحب طبيعي. مواد مين وما بيحبش مين. وبيبان في مستويات الطلبه الصغيرين تحديدا. شو يا فندم، اللي بيحب مدرس اللي يحب ماده مدرسه بيحب بيبقى الماده ماده كويسه اوتوماتيك، جدا. واللي بيحب ماده بيحب المدرس بتاعها. مم. ما هو ده جوز ذا اذر واي راوند. يعني مش بس اللي بيحب ماده بيحب المدرس، واللي بيحب المدرس بيحب الماده بتاعته. مم. كويس. تواصلي انا مع المدرسه، الاب او الام من هم معنيين بالامر اللي شايل المسؤوليه دي، يؤهلهم لانهم لو في ماده ما الولد ما بيحبهاش يتكلم مع المدرس انه يتواصل مع ابني على مستوى يخليه يحبه هو شخصيا، يا ريت. فيفتح له بوابات قبول للماده. مم. حاجه تانية طريقه التدريس. كل اللي مننا بيقدر يقرا ويكتب، واظن يعني معظم الاولاد اللي في المدارس اهلهم بيقروا ويكتبوا، يقدر يعلمه هو الماده اللي عطلان فيها في البيت. يعني انا عطلان، ابني عطلان في ماده معينه، عطلان يعني عنده تاخر في الماده دي، فاقدر في البيت اعلمها له بطريقه نافعه ليه هو. او هقول لحضرتك حاجه، هو ابني كان عنده مشكله شويه في الكيمياء، فدخلت على الانترنت شفت الفيديوهات اللي بيعلموا بيها العناصر الكيميائيه، الحاجات، في حاجات تعليميه موجوده كده فعلا. انا متشكر لحضرتك. فدمها خفيف أنا جدا متشكر وكوميديه إنك قلت جدا الكلمة دي. والاولاد يعني بتعمل لهم منطق يعني. انا متشكر. يعني ان كان في اهو فوائد، لان انا عندي عقده من الكمبيوترات والشاشات، بقعد اتخانق مع اولادي طول النهار وبتكلم كتير في الموضوع ده، انه لازم يبقى في اوقات نعيشها من غير اجهزه خالص. ادي احد الفوائد الجامه الاساسيه في الانترنت عموما والبروجرام بتاع اليوتيوب خصوصا، انه مفيش حاجه مش موجوده عليه دلوقتي فيديو. يعني التدريس حتى وبلغات عديده وبطرق مختلفه موجود. حتى في دلوقتي عارفه الموضه بتبقى سن دراما كوميديه جدا والاولاد بتتعلم منها. الموضه بتاعت الهوم سكولينج دلوقتي، اللي هم الناس ما بيدخلوش مدارس خالص ويفضلوا من البيت بس ويروحوا يمتحنوا وخلاص، للامهات القادرين يعني ان هم يعملوا كده مع الولاد علشان المصاريف او علشان يفادوا الولاد مشاكل معينه، وان كان فيها قولان ما هياش صحيه قوي ما زالت، لان عدم تواصل ولادنا الصحي الاجتماعي مع البيرز بتوعهم، مهارات التواصل مع الاخرين والاقران بتبقى قليله وبتاثر عليهم بقيه عمرهم في القدرات على التواصل الاجتماعي. ومع ذلك دي قيمه مضافه مفيده جدا. شكرا لحضرتك انك قلتيها. اقدر اطلع من اليوتيوب حاجات الولد يشوفها، واقدر اطلع حاجات اتعلم انا بيها ازاي ادرس له واعلمه. فبقول للابهات والامهات ما تستخسروش في ولادكم وقتكم، انكم تقعدوا معاهم مجهود ايا الكير جيفر يعني اللي موجود منهم الاب او الام، انه يفهم ولاده شاطرين في ايه وضعفاء في ايه. حاجه تانية المهمه جدا اللي عايز اقولها، ما ينفعش ان ابني يبقى شاطر في كل المواد على التوازي مع بعض طول عمره، مفيش حاجه اسمها كده يعني، مش منطقي. يعني اللي هو بيحبه مش كان خرافي يعني، وفي الاخر مش كائن طفل خرافي وفي حاجات بيحبها وحاجات ما بيحبهاش. فضائي. يعني الطبيعي الناس اللي بتحب المواد العلميه بتلاقيها في المواد الادبيه ضعيفه شويه، الناس اللي بتحب التاريخ والمش عارف ايه تلاقيها ضعيفه في كذا. فانا بأمتع ابني بالماده اللي هو بيحبها واثريه فيها، وبنشطه شويه في المواد اللي ما بيحبهاش، فبعمل تحفيز. يعني الماده اللي هو بيحبها حاجه شايله حاجه، لا التحفيز ليه هو يذاكر الاول الماده اللي ما بيحبهاش عشان يذاكر الماده اللي بيحبها. نقول نصيحه برضو لاولادنا لما تيجوا يا جماعه تذاكروا ابتدوا بالمواد اللي ما بتحبوهاش التقيله على القلب. هتلاقي نفسك الجهد الجامد بيطلع في الاول، وبعدين بعد ساعه ولا ساعتين ولا 3 مذاكره جهدك بيضعف. وانت جهدك ضعيف انت بتذاكر اللي انت بتحبه ده يقول لك جاست لايك ذس او صباع رجلي بتفهمه لوحدك. ايوه. فابتدي في المذاكره بايه؟ بالمواد الثقيله عليك انت شخصيا، وابتدي في الامتحانات بالاسئله السهله العكس. يعني في الامتحان اكتب السؤال السهل الاول اللي انت عارفه قوي اكتبه في الاول، انما في المذاكره ابتدي بالمواد الثقيله. ومفيش حاجه اسمها ثقيله، في حاجه اسمها انا ما ذاكرت ما بحبهاش، يعني انا ما ذاكرتش الماده دي. اي ماده ثابته قطعا يعني
الولاد اللي ما بيحبوش ماده فما ذاكروهاش فبيفضلوا كارهينها، يقول لك الانسان عدو ما يجهل. اول ما ينط في العلم ده يدخل فيه يتعلمه بالطريقه بقى طريقه كوميديه، طريقه سلسه، اول ما طريقه يلاقي مبسطه. مدرس بيحبه يعلمه مدرس واحده بيحبه واحده بيبتدي يقول هيبتدي لك يحب لا انا الماده. بحب الماده دي مش بس مسؤوليه طلعت مش بايخه ولادنا. قوي. ايوه دي مسؤوليتنا احنا كمان. تمام. طيب نستمتع مع اطفالنا ازاي من غير ما نبقى مضطرين ان احنا نشتري حاجه، السؤال ده اللي هو حتى لو كانت كوبايه العصير اللي هو عكس او علبه العصير اللي حضرتك قلتها. عكس الانانيه. مم. يعني البني ادم الاناني اللي دايما يقول لك انا بحافظ على نفسي كده، على جهدي وعلى طاقتي وعلى وقتي وعلى كذا ليا انا، فما بيجدش متعه في انه حتى يقعد مع حد يضحك في وشه. الانانيه اللي هي عكسها، الانانيه والبخل مع بعض كده هم عكسهم الكرم. من المتعه الكرم، ومن الكرم متعه، واول رؤوس الكرم ان انا بدي نفسي للي بحبهم اللي حواليا. ده اللي بيخليهم نمره واحد يستمتعوا بيا، فبيضفي عليا انا سعاده واستمتاع. كنت بقول لحضرتك دلوقتي على المذاكره من شويه، الانسان عدو ما يجهل، مش كده؟ تخيلي حضرتك ان في ناس بيعيشوا سنين وسنين ما جربوش يقعدوا مع حبايبهم ايا كانوا هم مين، الناس اللي بيحبوهم، ويدولهم نفسهم شويه. يعني يقول لك دايما انا بقعد مع الناس بس ببقى متوتر وعايز القعده تخلص لان ورايا حاجات اعملها بنفسي. لمين؟ لنفسي. ورايا شغل، ورايا مشاوير، ايا ورايا كان. اتفرج على فيلم لوحدي، اجيب 2 طن لب وسوداني واكلهم لوحدي، هجيب كيكه واكلها لوحدي. ما هو انا لازم ابقى مبسوط علشان اقدر ابسط الناس اللي حواليا. محدش هيقدر يبقى مبسوط انبساط حقيقي الا لو بيشارك حد تاني معاه الحاجه الحلوه اللي هو بيعملها. فبقول للي عايز يتبسط خليك كريم الطبع. ويقول لك ساعات الناس تقول لك الكرم ده باكج، يعني البخيل في الفلوس بيبقى بخيل في الاحساس وفي المشاعر وكذا. كريم الطبع هو اللي بيقعد مع الناس اللي بيحبهم، ولو ما عندوش اللي بيقعد مع ناس بكرم بيحبوه فبيحبهم. طيب اقول لحضرتك حاجه ثانيه. اتفضل. احنا دايما بنقارن بطفولتنا. كل الناس بتعمل كده على فكره. في ايام ما كنت صغير بابا كان يقول لي كان مش عارفه القرش ساخ كان بيعمل ايه ويسوي ايه والحكايه، وكان الملي بيعمل ايه. احنا دلوقتي بنتكلم نقول كان الجنيه بيعمل ويسوي والحكايه. وانت عايز دلوقتي الجهاز بتاع الكمبيوتر اللي بيتعمل بالايدين ده. على ايامك انا لما جبت الاستيكه، لما بابايا جاب لي الاستيكه اللي بريحه ايوه كنا بنفتكر التفاح ده في الجنه بس. من السعاده. اختلافات الاجيال اللي من هذه العينه ازاي نتخطاها ونوصل لفهم حقيقي لطبيعة الجيل؟ لأنه بصراحة عدد كبير من الناس اللي ركزت مع أولادها اكتشفوا أن هم أكثر تقدما وأكثر خبرة ومما هم يتخيلوا خالص، وبيقدروا يعملوا حاجات كتيرة جدا احنا دلوقتي ما بنعرفش نعملها. كاتبنا العبقري عم محمود السعداني، استاذ محمود السعداني، كتب مقال مره من حوالي 10 سنين ولا 15 يعني، فاكره انا لحد دلوقتي. كان يقول لك ايه؟ يقول لك كان قاعد مع جد واحد صاحبه، فبيقول له يا جدو، ومع يعني كان صغير، بتتكلمي بقى من ايه؟ رتح من الزمن، ربنا يديله الصحه والعمر. فيقول له حضرتك، بيقول لك جد صديقه، يا جدو انت سمعت عن قصه الناس اللي طلعوا القمر وكانت اول مركبه فضائيه الشهيره جدا دي؟ فرد عليه رد عبقري وقال له يا ابني من هنا ورايح مش اي حاجه تسمعها تصدقها. شوفي مريح ازاي. ايوه. الجيل بتاع جده بقى ده، انا بقى عايز دلوقتي اللفته دي، ما كانش فيه اي سبل توصيل البيانات والمعلومات للبشر الا عن طريق الحصان اللي يسافر من بلد لبلد، او الحمار لازم حد يقول له، او الحمام الزاجل، يعني علشان حد يعرف بيان او معلومه. الزمان ده العكس تماما، يعني ظني والله اعلم. هي المعلومات بتجيلك لغايه عندك ومش عارف تقفل ودانك منها. ايه تاني ناقص؟ يعني احنا لسه في سيره اليوتيوب والكلام ده. موضوع القدره على التواصل مع هذه الاجهزه ملهاش دعوه الا بالتواصل نفسه، يعني ملهاش دعوه بالسن. يعني اولادنا اللي سنهم 4 سنوات
سنه اشطر في الموبايلات 2015 مننا شخصيا اللي في مسكوا كمبيوتر الأصوات. الاجهزه دي وهم عندهم سنتين بيستخدموها استخدام مطلق بمطلق الشطاره، يعني مم. استخدام اللي هو اسمه ابسوليوت، يعني كله بيعملوا كل الابلكيشنز مم. يداونلود ويتواصلوا مع البروجرامز وفاهمينها كويس. ودي حاجه احنا ما بنقدرش نعملها قوي. مم. فبقول لاصحابي دايما ايه وحبايبي يا طب يبقى جماعه، الحل لا ما تقعدش على النت، ما هو لا ده ما ما انت كده تعملش كذا، تكسري لا ما الولد، ما تمسكش كذا. ينفعش، ما انا مم. همشي عكس تيار ازاي يا فندم؟ مم. انا ما اقدرش انا لان احنا مش اعيش. قادرين نشد لا 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 ونجري معاهم. لا لا الشخصيات اللي هي تمشي عكس التيار دي بيأذي نفسه ويؤلم نفسه وبيأذي الاخرين وبيخلي الناس تكرهه وبيلاقي نفسه لوحده في الاخر. مم. فانا لازم الاقي لي سكه. اول السكه دي ان انا بقعد اقول للناس دعابه كده، نكته كده، اقول لهم بس بجد انا مصدق يعني يا جماعه اولادنا اذكى مننا. ده حقيقي. ان ابتدى يحصل عندهم استثارات الخلايا العقليه المعرفيه في سن قبل الوقت اللي حصل لنا احنا فيه استثاره بسنين طويله جدا. فابتدوا يستوعبوا حاجات احنا مش عارفين نستوعبها لحد النهارده. يعني زي ما تقولي ايه، اللي والله جايه من احنا مصادر قفلنا على كده. المعلومات من وقت مبكر اكتر. اي بالظبط. لا انا قصدي كمان في تكوينهم العقلي. مم. في حاجه اسمها الوظائف المعرفيه يا فندم، اللي هي المفاتيح بتاعه العلم التعلم، مم. اللي هي الانتباه والذاكره والتركيز والتفكير عموما الى اخره. الوظائف المعرفيه دي بالاستثاره المبكره بتكبر. يعني في شركه كمبيوترات زمان كانت تقول لك يعملوا احصائيات يلاقوا الطفل المصري قبل سن مش عارف قبل 5 سن سنين المدرسة او 7 سنين اذكى طفل في من العالم. اذكى مش عارف 10 اطفال في العالم. مم. سن 6 سنين بيعملوا نفس الاختبارات يتنقل مستواه من اذكى 10 اطفال في العالم الى مش عارف كام و60 ولا كام و90 يعني او وانا قعدنا فتره مش عارفين المشكله فين. القصد بقى في ان اولادنا دلوقتي بالعكس، انا عايز ولادي يبقوا اذكياء وشطار واحب ان هم يبقوا اشطر مني. المشكله بتبقى عندي انا في الفريكشن بقى في الاحتكاك. يعني ايه ابني يبقى فاهم احسن مني؟ انا كل ما يقول لي حاجه اقول له لا قبل ما افكر. احب انا اعمل ايه بقى؟ اخوض مع اولادي في الحوار واقول له يا حبيبي احكي لي بقى انت، يعني ايه رايك يا بابا في كذا كذا؟ اقول له ايه رايك انت؟ او اقول له رايي واقول له ها يعني اديني بقى اللي عندك، علمني. حاجه تانية وريني الابلكيشن الجديد. الله يفتح عليك، كنت عايز لسه هقول بقى حاجه مش صعب ابدا يا فندم. في العاب بجد ما الناس ساعات بتضحك عليا، يعني يقولوا لي انت ازاي راجل كده بتطلع في التلفزيون وشكلك كباره وبتاع وبتقول الكلام اللي يضحك. بقول لهم لا بجد، امبارح بالليل كان عندنا كومبيتيشن انا واصغر ولادي ربنا يبارك فيهم يا رب يا رب على جيم بدائيه جدا لمده 10 دقائق. يعني انا طبعا انا استمتعت، يعني بحب العب زي الاطفال. ما تقولش قطعك لا غلبك صح؟ خدي بالك، لا احنا تعادلنا. طيب خير. ليه بقى؟ لان الجيم دي بدائيه جدا بسيطه جدا، طيارتين بيطيروا بيخبطوا بعض وبعدين يشوفوا مين اللي يكسب. القصد في الامر حاجه مهمه جدا، غير ان انا استمتعت، لان الناس كتير يقول لك انا ما بستمتعش مع اولادي بالالعاب دي. انت راجل عندك 40 50 سنه وبتقول الكلام ده. بقول له طيب انت ما استمتعتش مش مهم، بس امتع ولادك لان دي مسؤوليتك. يعني مش انت بتدفع فلوس وتجيب لهم اكل، ما تقوليش بقى انا اديتهم فلوس خلاص هدخل انام. بقول له لا، اقعد 10 دقائق ولا 20 دقيقه معاهم قبل ما تنام كل يوم، كواليتي تايم. اقعد معاهم يوم في الاسبوع، كواليتي تايم. اقعد معاهم في العيد، كواليتي تايم. كواليتي يعني ايه يا فندم؟ عشان هي الكواليتي بتاعت الاعلان دي كواليتي يا فندم دي من نوعيه جيده. يعني ايه نوعيه جيده بالنسبه للاطفال؟ يتبسطوا فيها، يتبسطوا هم فيها. احسنتي، شكرا. تمام. يعني احنا للاسف وقت هذه الفقره خلص. يعني دكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، حضرتك نورتنا النهارده، كنا سعداء جدا بوجودك. كل سنه وحضرتك والاسره كريمه بالف خير. الله يحفظك. ميرسي. مشاهدينا الكرام، بكده خلصت هذه الفقره. مهم جدا ان احنا ننبسط احنا واولادنا وكل اللي بنحبهم. ازاي بقى؟ اقعدوا بقى فكروا في الموضوع ده، والمساله مش مكلفه زي ما عرفنا من الدكتور، كل حاجه ليها حل. شكرا لك.